اهلا اهلا حبيب هدى علي، عاملين ايه؟ عارفين يا بنات، امي ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين. لسه والله يا بنات ما قلت لها الدعاء. صليت الظهر قبل ما انزل، وقلت الاذكار وانا في السكه، ولسه داخله صليت العصر، وقلت اقول الدعاء لامي بس اصور معاكم واعمل شويه الرز احمر الشعريه. زي ما انتم عارفين انا ما بحبش انزل بالرز على طول على الشعريه يا بنات، لازم احمر الشعريه وتاخد ايه، تهدى شويه، وبعدين ايه اكمل انا ايه اغسل الرز واحطه عشان ما يعملش يا بنات طرطشه ويوسخ المطبخ. الفله القشطه شبه منوره. المهم كانت تقول الله يرحمها ليلى الامل ما في عمل. والله العظيم يا بنات اقول لها ليه يا امي؟ تقول لي يعني بص احنا مش ضامنين نفطر المغرب وبنجيب الثلاث ايام اكل. اقول لها عشان ما بنزلش على طول. كانت قاعده معايا مقيمه معايا يا بنات بصراحه، يعني كانت كل حياتي الحمد لله، بس هي راحت في حتة أحسن من عندي، وإحنا كده كده كلنا الحمد لله يعني رايحين عند ربنا سبحانه وتعالى. بس ربنا يرحمها ودخلها الجنة. بس اللي عارفين يا بنات اللي هو الغياب صعب، يعني الفرقة صعبة، وفرقة الأم بالذات، وبالذات لما تكون أمك كانت كل حياتك، هي الأب وهي الأم وهي الخال وهي العم. كانت أمي كل حياتنا. لأن أبويا كان لما توفى كنت أنا صغيرة، يعني ما كنتش كملت السنة. شايفين سبحان الله، آدمي وش خير عليهم بس ده بتاع ربنا يا بنات، الموت والحياة ده بتاع ربنا. مش هقول انا بقى ايه ادم السعد مسخرة قسما بالله. المهم ده بتاع ربنا. فكانت امي كل حياتي، يعني اكتر حد، بصوا كل الناس اللي توفت عزيزة عليا وجعتني، بس ما حدش وجعني قد امي. يعني الله المستعان، ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين ويخلي العايشين يا رب ويديهم الصحة. فالمهم يا بنات وكانت تقول لي يا ماما كل يوم جديد في خير جديد. اقول لها ازاي يعني؟ تقول لي ايه يعني؟ بتعبه، بفرحه، باكله، بنزوله، بحد جالك اي حاجه، كل يوم جديد بخير جديد. ما حدش جالك انت عملتي حاجه ما عملتيش، ايا كان اليوم بيعدي كل يوم جديد بخير جديد. ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين. المهم احكي لكم قصه حياتي عشان اقول لكم انا الدنيا رايحه فين وجايه منين. المهم نزلت انا والحاج ربنا يخليه لي ويبارك لي فيه يا رب. معوضني بصراحه، بس ما معوضنيش زي امي بالظبط، بس برضه حنين ربنا يخليه لي. وكل حياتي وهو ابن خالتي يا بنات، ابن خالتي يعني مش غريب. انتوا عايزين تتعرفوا عليه والله العظيم هشوف الجرس واجيلكم. معلش يا بنات نرجع لمرجوعنا تاني، العامل اللي بينظف الحاره، وربنا يوسعنا وعليهم ويدينا الصحه ويديكم الصحه. المهم فنزلت انا والحاج. يما منك ليه كنت امبارح ابغى وانا في العتبه اجيب صينيه اخدها معايا لشقه البلد عشان الملوخيه يا بنات. كنت بعمل الملوخيه، هتروحوا تشوفوني على صينيه اللي هو يا بنات مش بلاستيك ومش ستانلس، صاج. ايوه فاكرين الحلل بتاعت زمان عشان افتكر. فمتهيألي كانت تخرط المخرطه فكان يطلع منها، فانا خفت منها بصراحه. دي كانت عمي يعني ربنا يرحمها. وما فيش يا بنات برضو اللي هي المخرطه، برضو اشتريت واحده، كنت واخده واحده من بيت عمي جنبي، وكانت الايد بتاعتها ايه الله المستعان بايظه، وكانت مطلعه عيني. فانا قلت طب وانا ليه؟ انا كل ما انزل ان شاء الله باذن الله احب العماره، احب اعمر في مصر واعمر في الصعيد واعمر في الدنيا كلها بفضل الله ان شاء الله يا رب، احنا وانتم العمار لينا وليكم. فطبعا امبارح شلت وما قدرتش اجيب الكماليات اللي انا عايزاها. بجيب على قد يا بنات غالي ورخيص، وباخد اللي هنا وبجيب للشقه دي. يعني بصوا ان شاء الله باذن الله كل اللي نفسي فيه طالباه من ربنا ان شاء الله ويخلي لي جوزي هجيبه. بس ايه شويه شويه عشان خاطر ناخد المهم ثم ايه الاهم، يعني ناخد الاهم، لا المهم ثم الاهم. انتوا فهمتوني ازاي؟ يعني في مهم وفي الاهم منه. المهم انا مش عارفه قلت لكم صح ولا قلت غلط، بس لا هو المهم، لا هو الاهم ثم لا هو المهم ثم ما عليني الاهم قسما بالله رايقه ومش متضايقه. المهم والله العظيم مش عارفه، بحس ان انا بكلمكم كاني انا بكلم واحد، يعني حد معايا في البيت بشرح له بوري له مشاركاكم ده كمان جزء من حياتي. انا لو وريتكم حياتي انتوا كل يوم هيبقى فيلم هدى علي، مش فيديو هدى علي ولا روتين هدى علي، فيلم هدى علي الله المستعان. ايه المهم يا ست اخلاصي. المهم فانا نزلت جبت الصينيه دي يا بنات، ما قدرتش اشيل زي ما انا قلت لكم من العتبه.
وجبت شماعه معايا، شماعه في البلد بس عايزه شماعه تاني بصراحه. جبت 12 معلقه رز يا بنات، مش غاليه، جبتهم اللي هم يقضوا الغرض مش زي اللي عندي. ان شاء الله باذن الله يا بنات، باذن الله. ما انا بقى ايه، هجهز نفسي ان شاء الله باذن الله كاني عروسه جديد، ربنا يخليه لي. ازاي يا هدى علي؟ يعني ان شاء الله باذن الله يا بنات هنودي المعالق بتاعت الشقه دي هناك ونجيب اطقم بقى. يا ولا يا ولا يا استنى، انت شفت حاجه؟ اشترك في قناه هدى علي، ده انت هتشوفي اللي ما شفتهوش ان شاء الله باذن الله. هتشوفي كل الخير وان شاء الله هيوسع عليك وهتجيبي زي هدى علي واكتر. هدى علي مين يما؟ هدى علي مين والناس نايمين؟ ده ربنا يديكم الصحه وتتمتعوا. المهم، فهودي الحاجه هنا يا بنات وهجيب اطقم واجيب شنط بقى وادلع نفسي واشهيص نفسي. يلا يا عم ان شاء الله معانا حد حوشوا خدوه يعني. المهم جبت 12 معلقه هفتحهم معاكم في البلد، وجبت شماعه عشان في شماعه في الصعيد يا بنات بس عايزه واحده تانية احطها في الحمام. وجبت الصينيه دي بس عيني ايه مش مرتاحه ان انا اوديها البلد، ان شاء الله هخليها ايه، هاخد الصينيه البلاستيك اللي هنا دي يا بنات ودي هخليها لي انا هنا. بصوا بقى، مش بقول لكم ام ربنا يرحمها كانت تقول لك ليله العمل ليله الامل ما فيش عمل؟ فجبت خس. ده الخاص ده ان شاء الله باذن الله هخليه هنا، هغسله لينا يعني. واللي هيقعد يا بنات اي حاجه اخدها في بيتي التاني ان شاء الله. انا كده كده رايحه بيتي يعني، مش رايحه زياره عند حد. فاللي هيقعد من خضار، من بطاطس، من فلفل، من ليمون، من جبنه، من اي حاجه هفضيه من التلاجة دي واديه ان شاء الله التلاجة التانية. ولما نيجي باذن الله ان شاء الله نشتري مع بعض واوريكم عملت ايه وسويت ايه وهتمشوا معايا بالخطوه. جبت ملوخيه عجبتني، جبت ملوخيه ليا هدى علي، مش هعملها النهارده ولا بكره. مال جبتها ليه يا بنتي؟ جبتها عشان عجبتني، ملهاش ريحه يا بنات، مش مرشوشه. انا بشم الملوخيه كاني ورد، ما كانتش ما فيهاش ريحه ما فيهاش رش ما باخدهاش يعني. قسما بالله في واحده في السوق قاعده كده بعيد انا اتخضيت بصراحه. فلقيتني بشم الملوخيه واشتريت، فجت ورايا قالت لي شميت الملوخيه حلوه ولا وحشه؟ خلتني ضحكت وانت شفتني من في، قالت لي شايفاك ومتابعاك ولو انت ما خدتش الملوخيه ما كنتش هاخدها. قلت لها ده الملوخيه ما فيهاش ريحه وملوخيه مش مبلولي وما عليهاش خيش، عليها ورقه يا بنات، خدي بالك من التكات دي. قلت لها ريحتها تحفه. حتى رجعت المحمود بقول له، قلت له النبي يا محمود انا خدت كيلو عايزه اجيب نص تاني. انا من النوع اللي باخد الورده بتاعتها بس ما باخدش كل الملوخيه، برضو عن امي ربنا يرحمها ويرحم امه المسلمين اجمعين عشان هي ست نظيفه ربنا يرحمها، فتاخد الورده بتاعتها بس. فبيقول لي انت عشان تنضفي الكيلو هتخليه ربع، فانت حبيبتي هاتي كيلو ونص عشان تخليه لنا نص كيلو، واخدين بالكم؟ قلت له ماشي يا حبيبي نجيب نص تاني. فجبت نص وجبت 3 حزم خضره يا بنات كزبره عشان اعمل شويه سلطه. واللي هيفضل هاخده في بيتي التاني يعني، هاخده بقى معايا البلد، اي حاجه جايباها ان شاء الله باذن الله هاخدها وهتروحوا معايا وتشوفوا. مش هسيبكم حتى انتوا، هاخدكم هسيبكم لمين؟ ما هو ده علي في كل حته انتوا معاكم. اسكت يما؟ لا ما اسكتش بصراحه يا بنات. انا قلت لكم ما بحبش ارمي اي حاجه. انا والحاج ربنا يخليه ويدي الصحه بنستحرم نرمي اي حاجه يا بنات. فعندي اكل من امبارح بس حاجه قليله هعمل عليها شويه رز وهعمل حبه سلطه وعندي عصير مانجا زودت وكان الله بالسر عليم. بس هعمل ايه بصراحه، انا زهقت من الخضار والطبيخ. فانا قلت له يا حاج نجيب ايه شويه محشي، مش بقول لكم يا بنات الله المستعان. فانا جبت المحشي بصراحه مقور. الكوسه كنت شارياها وبعدين رحت السوق جبت بتنجان مقور وخليت الست اللي انا اشتريت منها بتنجان قورت الكوسه. قلت انا لسه هقور واكسر وانا ما بكسرش فيها كتير والله، بعمل شويه كوسه تحفه. بس قلت بالمره اسهل على نفسي، مضغوطه بشتري حاجات وبنزل وبطلع والشقه والاكل وانتوا عارفين رمضان والصيام. فجبت اديتوني ب 40 والله بس مش مشكله، جبت نص يعني 40 جنيه بس هتريحي نفسك. جبت نص ب 20 والكوسه ب 15 وهي قورتها كانت 5. قولي برضو ايه ب 20 يعني دول ب 40 جنيه الحمد لله. فانا هعمل ايه؟ هتعمل ايه بقى يا هدى علي؟ هشيل الحاجه اللي هنا اللي انتوا شايفينها دلوقتي على صفايه المواعين وهغسل الخس وهغسل الحاجه بتاعت المحشي وهغسل الخضره عشان السلطه. بس الملوخيه هشيلها على جنب بعد المغرب، هقرطفها يا بنات واحطها في شنطه وعينها في التلاجة ان شاء الله باذن الله. بكره مش هعمل ملوخيه، هعمل فراخ وهعمل محشي بس، وان شاء الله باذن الله كلنا عمره عشنا يا بنات باذن الله. يوم السبت هطبخ على 3 4 ايام عشان اسخن تسخين بس، عشان لما امشي ما اعملش اكل يا دوب الم بيتي والم حالي. فانا هروح حبايبي، انا ايه بشارككم كل حاجه بتحصل معايا والله عشان انتوا اخواتي وحبايبي وتتعلموا من اللي انا بعمله وبديكم طاقه ايجابيه ان شاء الله باذن الله تكون القناه بتفيد وعجباكم. شكرا على اللايكات والكلام الحلو. هروح اعمل الحاجه اللي انا عايزاها وهرجع اوريكم ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش وايه اللي كان وايه اللي ما كانش. يلا بينا. بصوا يا بنات، حمرت الشعريه وهديت نزلت عليها بالرز وحطيت ملح ابيض. ما تحطيش للرز ملح فلفل بيغمق الرز، خليك في الملح الساده اللي هو الابيض. وخليت طبعا الطاجن ده ما رضيتش ادخله الفرن عشان احنا هنسخن فيه وهطلع واحد تاني معاه. مبدئيا حبايبي انا سبحان الله ماليش حظ يا بنات مع عامل النظافه ابدا يعني. كل ما يجي ياخد الزبالة انا بقى في اليوم نفسه اجيب خضار يعني. بصوا انا غسلت الخس، بص الخس حبيبتي تورقيه وتغسليه واحده واحده. ورقته كله بصوا واحدة واحدة. وغسلت بصوا سمع الصوت ده ايه؟ دي النظافة
المهسس عاملها. بصوا شوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. مش عشان انا ما عورتش اشطف شطفه اي كلام واطلع منه، لا حبايبي. غسلت الكوسه والبتنجان زي ما انتم شايفين، بس الفلفل عندي مغسول في التلاجة، ان شاء الله بكره اشطف واحشي الفلفل على طول باذن الله. يعني افتح الفلفل واشطفه شطفه عشان البذر اللي فيه واحشي. فانا غسلت زي ما انتم شايفين حبايبي الكوسه والبتنجان، خليتهم قشطه فله شمعه منوره. وغسلت الخس زي ما قلت لكم بالرقبه يا بنات واحده واحده، عشان كده بقول لكم ماليش حظ معاه من النظافه ابدا. اليوم اللي يجي فيه انا افتكر كل الخضار يما. طبعا دي احنا اتعودنا عادي كانها طبق، فانا كنت حاطه فيها الزباله بتاعتي وشلتها حاليا. عزكم الله حطيت برضو شنطه هنا لسلسله الزباله كبيره، وحطيت الشنطه الصغيره فيها اول باول. دي نظيفه زي الفل، ودي كانها طبق معايا عشان قريبه على الاكل. ماشي يا حبايبي. وطبعا انتوا عارفين الحوض كل ما انا بغسل اي حاجه فيه بغسل الحوض. يعني غسلت الكوسه والبتنجان، غسلت الحوض بالصابون شطفت خليته زي الفل. غسلت الخس غسلت الحوض بالصابون شطفت خليته زي الفل. الكزبره كذلك، كل ما بغسل حاجه في الخضار بغسل الحوض واخليه زي الفل بالصابون. حطيت التين البلح بتاع الحاج. وحاليا الساعه كام؟ هذا الساعه 5:05. هتعمل ايه تاني حبايبي؟ انا مش عارفه اعمل ايه في الجو حر برد صيف شت صيف، الله المستعان. الجو برد، فهروح اطلع العصير عشان يهدى شويه. هو انا كده كده في عصير مش هعمل، وهحط ميه في الغلايه بتاع الشاي. هغلي ميه عشان خلاص كده ظبط الرز حلو. الساعه 5 وداخله و10 اهي. وهجيب البلح لي انا عشان اعمل بلح باللبن، وهجيب اللبن جنبي احطه برضه واولع عليه او احضره. انا بحب البلح سخن يا بنات، سخن. النهارده الجو برد، فانا ايه هولع عليهم واقول اقتربت صلاه المغرب. زي ما انتم شايفين طبعا اول باول تلميع الرخامات والمطبخ والدنيا ماشيه ازاي. هتعملي هدى علي. هاخد صينيه بنات من الصواني اللي هنا الكبير، وهحط الفوطه دي نظيفه، وهطلع واحده ليا انا للمطبخ، وهحط الكزبره والخس على الصينيه وهطلعهم بره عشان يدوني وسعه. هنا انا بغسل على طول، وهودي المحشي اللي انا غسلاه في التلاجة، وهعمل شويه سلطه للحاج عايزه شويه سلطه، وهطلع العصير. ولو عرفت اصور معاكم هصور، ما عرفتش ان شاء الله تكون على الطبليه بتاعتنا متواضعه باذن الله. ايا كان هحطه اصوره معاكم عشان تاخدي افكار، وما ترميش اي حاجه عندك حبيبتي، ولا تبذري في اي حاجه. عايزه تزودي زودي، عايزه تسخني اللي عندك تسخني. والله المستعان. تقبل الصيام والقيام، وقوي كل واحد على بيته وعياله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايبي. ودي طبلية المتواضعة بتاعت كل يوم، نفس الريحة والتسريحة يا بنات. احنا ما بنحبش نرمي، احنا نحب نزود اكل ونخلي الاكل بتاعنا ونسخن وناكل الحمد لله. ودي نعمة من عند ربنا. لحمة وفاصوليا وبامية ورز وسلطة ومخلل وبلح باللبن وبلح من غير لبن. بصوا يعني اهم حاجة الفوانيس شايفين. وعصير مانجا كنت عاملاه امبارح، وفي كمان منه يقعد يوم واتنين تاني، الله المستعان. المهم حبايبي، حضرت طبلية المتواضعة الحمد لله. ألف حمد وشكر لك يا رب. بس أنا أحب أقول الدعاء معاكم. اللهم لك أصمت وعرزك أفطار الذهب الظمأ والثلاث العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اشفيني واشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم وارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم سد دين كل مديون. اللهم فك كرب كل مكروب. اللهم اعز الإسلام في كل مكان. اللهم احرس مصر والدول العربية. اللهم انصر غزة وثبت أعداء قدوم غزة على اللي هم فيه، او اقدام غزة على اللي هم فيه. والله العظيم يعني ثبت قدومكم على اللي انتوا فيه. الله المستعان. الواحد حزين عليكم. يعني احنا في الرفاهية اللي احنا فيها دي، والحمد لله ليك يا رب. الف حمد وشكر ليك يا رب. وبصوا نقول احنا تعبانين ومفرهدين، نحط الاكل نسخن الاكل على 3-4 ايام ونبقوا زعلانين. انا عن نفسي انا وجوزي لا الحمد لله والله ابدا. ولو انا وجوزي متأذين ما صورش معاكم واعمل كل يوم اكل، بس انا وجوزي الحمد لله راضيين بالعطونا ربنا، وبنسخن وبناكل فيه. يعني غزة الله المستعان مش لاقيين اكل. ما تتبطل يعني ما تبطرش عن نعمة ربنا ادهنا المصريين والدول العربية. يا جماعة حرام نرمي الأكل. احنا نخلي الأكل. وزودي حبيبتي منك ليها والله العظيم. وجانا زمن، الزمن اللي احنا فيه ده الأكل ما يترميش فيه. اما الأسعار نار. لا بيك الأسعار ولا بيك حساب ربنا. زمان كانت الأسعار رخيصة وما كانش الناس عاملة حساب أي حاجة. ارمي رز، ارمي مكرونة، ارمي أكل، اعمل تاني. دلوقتي سبحان الله حتى اللي ما بيخافش ربنا بيخاف الغلاء. يا ربي يا ربي على أم البني آدم ده سبحان الله. يعني مهما ينصح فينا ربنا سبحانه وتعالى ونزل في المصحف، احنا ماشيين العكس. الا لما الحاجه تغلي، بس الا من رحم ربي اللي هو عالم بالحال. غزه مش لاقيه الاكل يا جدعان. الحمد لله يعني على اللي احنا فيه. الحمد لله على النعم. ادعوا لهم بالله عليكم ربنا معاهم ويثبتهم. احنا ملناش غير الدعاء معاهم. ولو ان هم عمالين يشتموا في الدول العربيه وبيدعوا على الدول العربيه، طب ذنبنا ايه يا جماعه؟ ربنا معاكم، وان شاء الله باذن الله انتوا في الجنه ونعيمها. انتوا لكم الاخره.
انتوا لكم الاخره، الدوله الوحيده اللي ليها الاخره ان شاء الله باذن الله انتوا. فيعني ده اللي انتوا فيه ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. اتحملوا الابتلاء وصلوا وتقربوا من ربنا وقولوا يا رب. هو ربنا ان شاء الله باذن الله هيهون عليكم كل حاجه. ما تدعوش على الدول، الدول ملهاش ذنب. يعني اكتر ناس بتنزف عليكم الدول العربيه، الله المستعان. فالمهم حبايبي دي طبليتي وما تزعلوش مني على الكلام اللي قلته. بقول لكم ما ترموش الاكل، واعملوا واعملوا واعملوا، وانتوا يعني كل واحد عارف بيته وعارف عيشته. ما بديكم الا نصيحه بس عشان ما حدش يتبطر على اللي عنده، واللي في بيتنا الحمد لله احنا راضيين بيه. والمغرب لسه ما اذنش، بس انتوا عارفين هدى علي وتعودت تحط ايه طبليتها المتواضعه قبل المغرب يجي ب10 دقائق، واقعد جنبها كده. المهم ان انا ما نقصش اي حاجه منها. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان جري حبايبي، وعقبال كذا سنة مع بعضنا ان شاء الله بإذن الله. وهنفطر المغرب ونشوف هنعمل ايه بعد المغرب، وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش، وايه اللي كان وايه اللي ما كانش. يلا بينا بنات، نصيحة مني، ما تنزليش وتسيبي المطبخ مش مروق والمواعين مش مغسوله والبوتاجاز زي الفل. قسما بالله هتيجي هيبقى المطبخ عليكي، والسحور عليكي، والنشر عليكي، والتطبيق عليكي. وبص يعني كل اللي هتسيبيه هتلاقيه. فانا دلوقتي حبايبي انا نازله، فما ينفعش انزل من غير ما اصلي. الحمد لله صليت العشاء وصليت التراويح وركعتين الشفع، بس الوتر بخليه بالليل يا بنات مع قيام الليل. بس مسكت البوتاجاز لمعته، انتوا عارفين انا سخنت تسخين وانا ما بدلدقش ومحافظه على حاجتي، وعملت شويه رز على السريع وانتوا شفتوا الفطار معايا. مبدئيا لمعت الرخامه، كنت ابغى المع كل اللي على الرخامه واهبط الرخامه، بس انتوا عارفين انا عاملاها من اول امبارح. وبصراحه معايا مشوار عايزه انزل، عشان انا لو قعدت اهندم في المطبخ بتاعي مش هنزل يما، والله ما هنزل. فلمعت الرخامه من بره ولمعت اوكي يا بنات، وعملت لي فنجان قهوه. لازم فنجان القهوه ده عشان اظبط دماغي. وغسلت اللي اتغسل على ايدي، الغساله بسم الله ما شاء الله مليانه. لما اجي ان شاء الله بالسلامه من بره هشغلها، وهشغل غسالة الهدوم. هشغل الغسالتين بسم الله ما شاء الله أكبر، وهشغل الغسالة التالتة. من هي هدى علي، هدى علي يا ماما. يعني هنشغل الجماد ونسيب البني آدمين؟ مش هيحصل والله. هما الاتنين يشتغلوا وانا التالتة بتاعتهم. غسلت اللي اتغسل على ايدي كله. بصي بصي حبيبتي ما تطلعيش، بصي بصي الأول إلا ما تشربي فنجان القهوة وتصلي وتخلي مطبخك زي الفل. عملت البلح للحاج عشان دايما بنساه، فانا قلت بدل ما انساه اعمل له البلح. وغسلت كل اللي غسل على ايدي. السله يا بنات اعزكم الله شلت اللي فيه، عشان كان فيه بصوا الاكل اللي انا حطيته مصوره معاكم، واتبقى اكل تاني بس حاجه بسيطه. طبعا خلاص كده كفايه فرميته بصراحه. ولمعت وغسلت الحوض ولمعت الرخامات وغيرت الفوطه بتاعت ايدي اللي انا قلت لكم عليها قبل المغرب، ولمعت الزباله عزكم الله من فوق يا بنات. والمطبخ الارضيه بتاعته زي الفل، علشان انا ما بدلدقش حاجه ومحافظه على الحاجه زي ما انتم ما شايفين حبايبي. هاجي وهصور معاكم تاني. معايا غسيل عايز يتطبق، ومعايا غسيل عايز يتنشر، ومعايا 3 عبايات. انا غاسله 2 وان شاء الله باذن الله نازله بواحده هغسل الثالثه. وهنشوف بعد ما اجي من بعد الساعه 12 هنعمل ايه قبل السحور. ربنا يديكم الصحه ويدينا الصحه. هشرب فنجان القهوه واجري ونتقابل بعد ما اجي ان شاء الله. يلا بينا بنات، تعالوا اوريكم الضريبه بتاعت النظافه. ايه الضريبه بتاعت النظافه؟ ده كله غسيل عايز يتنشر قسما بالله من امبارح. انتوا عارفين انا نزلت العتبه ولسه جايه من بره دلوقتي. كنت عند بنت خالي حبيبتي ربنا يخليها لنا رب. هي واحده بس يا بنات يعني معانا، بس ب10 بصراحه. ربنا يخليها ويديها الصحه يا ام بلال يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي لينا يا ام بلال. بص يعني واحده بس كفيله ب10. ربنا يخليكي ويخلي لك عيالك يا حبيبتي يا رب. فالمهم حبايبي كنت عند بنت خالي بشوف خالي جاي من الصعيد، فقلت اشوفه ربنا يشفيه ويدي الصحه يا رب. ولسه داخله والله العظيم. الغسيل ده يا بنات بتاع امبارح، شايفين حته التنظيف وهدومني. اسكت ياما لا ما اسكتش. انا امبارح نزلت العتبه يا بنات، نزلت بالعبايه اللي انتوا شايفينها والطرحه والبندانه. حطيت العبايه دي بالليل بقى نزلت الكلام ده امبارح. انا نازله مرتين بعبايتين. انا قلت اوريكم عشان انا لما بقول بفضل الله ان شاء الله بنول، يعني ما بقولش رغي من غير فعل، لا هو رغي بس الفعل. فانا غسلت العبايه اللي انتوا شايفينها، وادي العبايه التاني والتالتة كمان حبيبه قلبي اهي. فهنعمل ايه بقى؟ تعالوا لي بقى قولوا لي هتعملي هدى عليه. هشغل الغساله على الطقم اللي انا كنت طالعه بيه دلوقتي، اللي هي العبايه والشال يا بنات، الجو تلج، والطرحه والبندانه. ده مبدئيا. وهتعملي ايه هدى عليه؟ هنخش المطبخ. لا هنعمل واحد قهوه وكنافه يا بنات. اللي هنعمل واحد شاي وكنافه، بس متهيألي نعمل واحد شاي مع الكنافه يبقى عسل وقمر. ونخلي القهوه في بريك تاني علشان اوريكم احنا هنعمل ايه. ده احنا هنعمل عمايل بعد ما جينا من بره. هخليكي تشقلبي كده يا بنتي ارحمينا. ما ارحم نفسي ارحمكم ياما. انتوا جيتوا فين؟ هدى علي بقى. فالمهم هنشر الغسيل وهشغل على على العبايه بتاعتي وهدومي اللي انا خرجت به. بس بصراحه الاول هشغل على الهدوم يا بنات، وهخش المطبخ هروق على نفسي وهصور معاكي واوريكي. اهتمي بنفسك عشان تستهمي بايه في البيت نفسه واللي
في البيت. بصوا بالله عليكم، ده انا عايزه هوريكم حاجات ومحتاجات يا جدعان، حاجات ومحتاجات. بصوا حته الاكل لسه هنضفها. بصوا بالله عليكم، تعالوا نور النور واوريكم. يا لا، بص يا اختي منك ايه هتعمل ايه يا هدى علي؟ هطبق الحاف ده، هشيله فوق زي ما انتم عارفين انا بشيله في الدولاب، وهطبق الغسيل اللي ما بيخلصش هحطه في الدولاب، وهنضف الملايه بتاعتي، وهنضف سريري عشان انا من امبارح ما نضفتش يا بنات عشان كنت في العتبه، عشان احنا متفقين على الصراحه مع بعضنا. اللي لحقت المع كل الازاز هلمع، ما لحقت وهشغل. صح يا بنات؟ هنكسر الباب، ما احنا رايحين نشتغل بقى مش فاضيين. بعد ما اطلع العبايه بتاعتي ان شاء الله هشغل على غسيل في الغساله. بس هروح اروق على نفسي. الحمد لله انا صليت وقلت الاذكار، قلت الدعاء لامي ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين، قلته مع المغرب عشان اخرت علينا، بقوله الصبح يا بنات وبقوله بالليل برضو ان شاء الله باذن الله. هقول الدعاء لامي ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين، وهشوف. بصوا اللي هيتعمل هصوره معاكم بالساعه كام يا هدى علي دلوقتي؟ الساعه 11 و10. انتوا عارفين هدى علي النظافه ملهاش ميعاد، 11 تلاقوها شغال، 12 تلاقوها شغال. وبصراحه ما تعبتش في المشوار يا بنات. اخدت توك توك رايح جاي وجاي لحد بيتي، وانا بقول يا رب قويني، والناس طول ما ماشيه في الخير ربنا هيكرمها في صحتها وهيقويها على شغل بيتها. هروح انا حبايب قلبي اعمل اللي انا عايزاه، وهصور معاكي عشان تقومي تظبطي دماغك، وبعد ما تظبطي دماغك هتلاقي دماغك بتظبط لك حاجات في البيت. يلا بينا نشوف ايه اللي هيتعمل وايه اللي ما يتعملش، وايه اللي كان وايه اللي ما كانش. يلا بينا بنات، حابه دلع علشان هنبدا في المعمعه بتاعت التنظيف والترويق. المهم انا عملت فنجان شاي زي ما انتم شايفين، وحته كنافه، يا كنافه منك لها والحق اخيرا يما طلب له فنجان قهوه زي ما انتم شايفين. عشان لما انا كنت تحت هو عمل شاي وخد كنافه يا بنات وكل، فقال لي انا مش عايز شاي ولا عايز كنافه، اعمل لك فنجان قهوه. قال لي اعملي معاكي. فالحمد لله اللي رضي يشرب له فنجان قهوه. يلا خليها علينا، المهم انه يشرب. المهم حبيبتي، لما تكوني غاسله المواعين بتاعتك وحاطه الكوبايات الصفه، لما بتيجي تشيلي الحاجه ما تشيليش الكوبايات بالميه اللي فيها. يعني انا بصوا شلت، فاكرين ان احنا قبل ما نخرج كنا مخلين المطبخ قشطه فل عشان منوره. بصوا يا ماما البوفيه فتح، انا قبل ما امشي واحد قهوه والحاج واحد شاي، اني بص الله المستعان. فخلي كوبايه كده واقفه كده يا بنات، يعني احنا بنغسل بنحطها على وشها كده عشان تتصفى، واحنا بنشيل بنرفعها كده عشان تنشف. فهمتوني اكيد؟ فانا هخليها مش هدخلها في النيش عشان ما تنزلش الميه والرواسب في النيش اللي لسه انا عاملاه معاكم بتاع المطبخ، ومخليها قشطه فل عشان منوره. فحبايبي هشرب فنجان الشاي هاكل ايه هاكل وهاكل حته الكنافه وشويه كده ان شاء الله باذن الله. هضرب واحد فنجان قهوه تاني ليه يا هدى علي؟ عشان يدينا باور، وعندي شويه صداع من امبارح بس ما رضيتش اخد برشام، قلت نديها قهوه وشاي وان شاء الله يخف. وهنشوف هنعمل عمايل ونساوي الهواين مع بعض. حبيبتي خشي على اليوتيوب عشان تستفيدي، اللي على التيك توك روح على اليوتيوب، واللي على اليوتيوب روح على التيك توك. ان شاء الله هتستفيدي وهتخلي بيتك بيرفكت وهتخلي حياتك بيرفكت بفضل الله. خشي في القناه واشتركي مع هدى علي وشوفي اللي عجبك الموضوع استمري، ما عجبكش الغي الاشتراك. عادي عادي عادي، بصي كله الزمن ده عادي، اشتركت ما اشتركتش عادي. المهم الصوت الزنه اللي انتوا سامعينها. شغلت حبايب قلبي غسلت الاطباق، وشغلت غسلت الهدوم على العبايه بتاعتي. وانتوا عارفين هدى علي لما تشتغل بشتغل انا وعيالي في نفس الوقت. من عيالك اللي هم التكنولوجيا دول ربنا يخليهم لي كل واحده فيهم هتعمل حاجه. المهم هروح اروق على نفسي واروق على الحاج، بعد كده اروق على البيت. صح صح، يلا بينا بنات. والله ما حد يضحك عليا، انا نسيت الملوخيه حلوه دي والله ما ليا حل بنات، ما حدش يضحك عليا، نسيت الملوخيه. شايفين يا بنات وانا بعمل الملوخيه ايدي عملت ازاي؟ متقين والله المستعان. ولو ان انا خدت الورده بس عن ام ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين. اول حاجه يا بنات قعدت عليها وظبطت الملوخيه، بصراحه نسيتها خالص. فانا هلم عزكم الله الحاجه دي احطها في الزباله، وهودي الملوخيه التلاجة ونشوف هنعمل ايه يا بنات. اللي نسيناه نعمله الاول. يعني في ايه زي ما انا قلت لكم، في المهم وفي الاهم. المهم اني الاهم ان انا انقي الملوخيه واحطها في التلاجة وارمي عزكم الله الحاجه دي في الزباله. وبعد كده المهم اللي هو تطبيق الغسيل النشر الترويق الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فانا هشيل المعركه اللي انا كنت فيها ده ونرجع نشوف هنعمل ايه، ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش. يلا بينا. بصوا يا بنات، تقريبا الفيديو
اللي هينزل ده هيكون في سيرة أم كتير، ربنا يرحمها ويرحم أموات المسلمين أجمعين. وشكرا على حبايبي اللي أنا بجيب سيرة أمي وبيترحموا عليها. يعني بصوا، لو أهاليكم عايشة ربنا يخليهم ويديهم الصحة ويبارك في عمرهم، ولو ميتين ربنا يرحمهم ويرحم أموات المسلمين أجمعين. شكرا حبايبي ليكم. الفيديو ليا هدى علي النهاردة في سيرة أمك ربنا يرحمها، عشان كل حاجة حلوة كانت تعملها أمي أنا حاليا بعملها. فعشان الحاجة دي حلوة بحب أشاركها معاكم، وبحب أتكلم على أمي كتير ومش هوفيها حقها برضو. والله مهما أتكلم على أمي مش هوفيها حقها يا بنات. الأم المثالية، عارفين عن الأم المثالية؟ أمي عايزة لها قعدة مع بعضينا وفنجان قهوة. المهم ربنا يرحمها، كانت هي بتعمل البطاطس ده، فأنا قشرت بطاطسيتين يا بنات وقطعتهم حلقات زي ما انتم شايفين، وحطيت ميه وشطفت كذا مره عشان النشا تطلع منهم، وحطيت ميه زي ما انتم شايفين. انا سايباهم على نار هاديه دلوقتي الساعه 12:30. ولميت الملوخيه حبايب قلبي. وبصوا بصراحه الملوخيه علقتها قدام الباب بره، عشان يما زي ما انا قلت لكم ماليش حظ مع عامل النظافه. هو يجي ياخد الزباله وانا افتكر اروح السوق واجيب محشي واجيب ملوخيه واجيب خس واجيب السوق كله واجي بقى واعبي السله اللي هي في المطبخ الصغيره دي. فانا لو حطيت الملوخيه زباله الملوخيه في السله اللي في المطبخ اتملت، فانا علقتها بره ونضفت الحته وايه وظبطت الدنيا. فانا دخلت حبايب قلبي حطيت البطاطس دي عن طريق امي ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين. بعد ما تستوي يا بنات ان شاء الله باذن الله هوريكم هنعمل ايه. مبدئيا طبعا مواعيني اول باول، اللي انا شربت فيه الشاي والحاج القهوه بتاعته واوكا والحوض، بصوا يعني الله المستعان. والسله لمعتها برضو، ما انت لمعتيها لما غسلت المواعين المغرب على طول يا ماما، عشان دي جنب البوتاجاز دلدقت ميه دلدقت حاجه اول باول، هي والحيطان اللي انتوا شايفين. حاليا بقى ايه فنجان الروقان. ما انت لسه شاربه شاي. ما هو بصوا بقى، البوفيه بيفتح من بعد المغرب، شاي شغال، قهوه مره واتنين شغال، واحد كابتشينو شغال، حته كنافه على الطاير شغال كده، يعني عشان ايه؟ مشي حالك حالك يمشي. دي كلمه مين؟ بنت اختي الكبيره، مشي حالك حالك يمشي. فانا هشرب فنجان القهوه دي وهنشوف هنعمل ايه، وهنمشي ليلنا لحد السحور ازاي، وهنحضر السحور وهوريلكم ازاي ان شاء الله. ما انساش بنسى يا جماعه، ونشوف الليل هيمشي ازاي. يلا بينا. بصوا يا بنات، اهم بند في حياتي اللي هو انا اطبق الغسيل احطه في الدولاب وانشر. بصوا انا نشرت كل غسيلي وكل عباياتي وكل الحاجه اللي انا خرجت بيها يا بنات، كله اتغسل واتعصر، واللي ما اتعصرش اتنشر. وزي ما انتم شايفين الغسيل حاجه فاخر من الاخر، حته التنظيف وغسيل هدوم فاتحه وحتت وعباياتي، 3 عبايات اللي انا خرجت بيهم من امبارح لحد دلوقتي، كله عبيت البلكونه وخليتها زي ما انتم شايفين. هقفل ونشوف هنعمل ايه. معلش على الصوت، يلا بينا. بنات تعالوا اوريكم انا عملت ايه. بصوا بعد ما صورت معاكم الفيديو صور غلط، مسحت وهصور تاني. المهم ان شاء الله يطلع صح. لمعت الباب من بره ومن جوه، ولمعت الرفين دول يا بنات. ما لمعتش الاتنين اللي فوق. ليه هدى علي ما لمعتش اتنين فوق؟ انا لما لمعت الوحده بتاعت الدرج والتسريحه يا بنات ما كانش الحته فيها وسخه كتير، فانا قلت ايه بقى، ده هناك نضيف يبقى هنا نضيف. فخدت الاتنين دول بس زي ما انتم شايفين، وخدت يا بنات الرف اللي انتوا الحته اللي تحت دي كانها رف بتلم وبر وبتلم تراب. معلش يا بنات فصلت ورجعت اصور معاكم تاني عشان اتاكد انه بصور صح، عشان حرام بعد المجهود اللي انا بقوله معاكم برجع اعمله تاني مع نفسي. المهم حبايبي لمعت برضو الحته اللي هنا دي، وخدت الجنب ده كله، شغلت المكنسه يا بنات اللاسلكي على السجاد كله، ومسكت الملايه نظفتها على الشارع، وفرشت السرير زي ما انتم شايفين خليته زي الفل، ولمعت الباب زي ما قلت لكم من بره ومن جوه، ولمعت كوبسه النور يا بنات، ولمعت كل البوكسات بتاعت الحاج اللي هي يا بنات الحافه اللي هنا دي بتلم وبر وتراب عشان الغسيل جنب البوكسات. وانا طبعا بفرز غسيل وبنلبس هنا وبنقلع هنا، فبتلاقي وبر كتير. فلمعت البوكسات، ولمعت بوكسات العلاج برضو وحطيتها هنا، لو نفعت هنخليها، ما نفعتش هنرجعها مكانها تاني. ولمعت الازاز كله يا بنات، بس ما شلتش الطبق اللي على التسريح عشان نبقى احنا متفقين مع بعضنا وماشيين مع بعضنا ايه على التصوير الدقيق والنظافه الدقيقه، يبقى برضو الاداء دقيق والكلام دقيق باذن الله، كله دقيق في دقيق. لمعت الازاز بس ما شلتش الحاجه اللي على الطبق، بس شلت الطبق ولمعت الازاز كله. لمعت الازاز اللي فوق والخشب اللي فوق الحافه اللي فوق برضو يا بنات بيبقى عليها وبر اللي هي ده، شايفين والايدين السوداء. والوحدة الدرج برضو يا بنات لمعت الازاز والايدين السوداء، ولمعت 2 كومودينو اللي انتوا شايفينهم، ولمعت دولاب الحاج اللي هنا كده،
وبصراحه فتحته وشيكت عليه، وكنست الارض بالمكنسه حبايبي. والله العظيم النظافه ما في احلى منها. واكتر حاجه بصورها معاكم اوضه النوم والمطبخ والحمام، اكتر هري عندي هما الاوضه دي حبايبي. فيها الغسيل النظيف بيتطبق وبيتنشر وبيتحط في الدولاب هنا، والغسيل الوسخ يا بنات بيتاخد ويتحط في الغساله هنا، واحنا بننام هنا. يعني سبحان الله اكتر اوضه عندي فيها هرس اوضه النوم. فهي تلاقيها في كل فيديوهاتي وتخشي على القناه تلاقي اكتر اوضه بتطلع في القناه هي الاوضه دي. لكن الاوضه اللي هي الصغيره السرير نظيفه وبنقعد عليها، بس ما فيش هري زي الاوضه دي. ما فيش غسيل بيتطبق هناك، ما فيش حاجه، كله في الاوضه الكبيره. فهتلاقيني مستهمه بالاوضه الكبيره والمطبخ والحمام هم اللي فيهم الهري. المهم يا حبايبي، كنست السجاد زي ما انتم شايفين، وكنست المطبخ، وكنست الصاله معايا نص الصاله ومدخل الباب زي ما انتم شايفين حبايب. هدى علي خليتها زي الفل. بصوا يا بنات، بالليل بحب اشد ستاره خالص كده واقفل عشان النور ما يخشش الصبح علينا بدري. يعني ستاره بره وستاره جوه، والله المستعان. بصوا يا بنات، المكنسه دي بتحسسني ان هدى علي ايه، شقتها مزبله. بصوا شايفين الحاجه حبيبتي تشوفيها بالعين تقول نظيفه، بس لما بتعمليها بيبان عليها الوسخ. ده سجادي المكنسه بتاعت كنست بيها الاوضه وكنست بيها الصاله والمطبخ ومدخل الباب. شايفين؟ انا متعمده اوريكم عشان انتوا كل اللي يخش يقول لي كده هي بتنظف ولا بتنظف. انا قلت بقى هي هوريكم بعينكم. قسما بالله انا منظفاها وكان فيها حاجه بسيطه. بصوا عبال ما خلصت، شايفين الفلتر والتراب يا بنات؟ العين بتشوف الحاجه، بس احنا لما بنعملها بتبان اكتر واكتر. مسحت الكومودين اللي هنا ده واللي هنا دول الصغيرين القمر العسل دول، وخليت السرير زي ما انت شايفه حبيبتي. لما تكوني انت اليوم كله وانت شغاله تنظيف واكل وعصاير ونزول وطلوع وصلاه، يعني ما تستكتريش عن نفسك انك تخشي في اوضه نظيفه، اوضه ازازها متلمع، الارضيه مكنوسه، الهدوم متطبقه، تنامي على سرير مفروش. انا امبارح ما نظفتش سريري ولا اوضتي زي ما انا قلت لكم. رحت العتبه وجيت تعبانه قسما بالله. انا بايته احلم امتى اقوم انام. يعني انا جيت من بره، بصوا فرحانه فرحه فاخر من الاخر. الغسيل اتنشر، الغسيل اتطبق، الاوضه اتروقت، الازاز اتلمع، السحور بادئه فيه حاليا. هعمل السحور حبايبي وهشاركه معاكم. لو الفيديو اتحمل ان انا انزل السحور معاه هنزل، ما اتحملش هنزله في فيديو تاني. احنا كل يوم روتين، احنا كل يوم فيديو. ربنا يدينا الصحه ويديكم الصحه. قومي يا كسلانه نضفي اوضتك معانا. والله والله ان ايدي في البيت على طول بسم الله ما شاء الله يا بنات ما بتاخدش حاجه اوضه النوم قسما بالله. افمنت عارفين يعني كده اهو يا دوب خلصت. بس انا ايه بقعد شويه واشرب حاجه ومش عليها هي بس، بطبق وبنشر فاهمين انتوا؟ كذا حاجه في كذا حاجه عشان اقفل يبقى ايه ما افتحش تاني بقى اخش على النوم على طول. والله يا بنات والله النظافه ما في احلى منها وروتين اليومي ما في احلى منه. وقافله بابك عليك وشايفه شغل بيتك، تخشي كده على اوضه نظيفه زي قلبك، اوضه ابيض فابيض زي نيتك كده. ادعوا لي الحاج يوافق ان يخلي البوكسات دي كده ويكون مرتاح فيها، وخلينا كده زي ما احنا ايه محطين شويه الاناتيك التحف دول. حبايبي فرجه ممتعه ليكم وتكونوا بتستفيدوا من القناه يا رب. وكل يوم فيديو، كل يوم روتين حبايب. هدى علي وتصبحوا على خير وباي باي. بصي يا قمره منك ليه؟ بصيتي ولا لسه؟ بصيتي كده، شفتك وانت بتبص عشان انا قلت لك بصي يا قمره بصيتي. بصي يا ست البنات، معلقه سمنه بلدي حلوه على شويه زيت، قشرة طماطم زي البطاطس قطعيها زي السلطه وحطيهم على النار يبقبقوا البقبقه اللي انت شايفاها دي. شايفه البقبقه هي اللي احنا عايزينها دي. بعد ما يتبقبقوا، واخدين بالكم يتبقبقوا ده وتحسي انها استوت، هي لسه شويه اهي شايفاها، تهرسيها وتصفي البطاطس بتاعتك من الميه وتحطيها عليه. تهرسي القوطه الاول وبعدين تهرسي القوطه مع البطاطس، يعني تهرسيها على مرتين، مره القوطه لوحدها ومره معاها البطاطس. ظبطي ملحك، حطي شويه كمون، قمري عيش بقى، قمري عيش وقابليني. تعالي اوريكي. ما تقوليش هحط العيش على الشبكه وبعدين هرجع امسح الفرن. لا يا ماما ما فيش الكلام ده. في انك تخلي صينيه المونيا او استانلس، بس انا انصح بالالمونيا عشان العيش او اي حاجه تسخنيها او البطاطا ما تلزقش في الصينيه. انا ما حطيتش ورق فويل ليه؟ زي ما بحط ده عيش مش بطاطا، يعني مش هنزل غير ده بس نغسل الصينيه عادي. اما البطاطا بتنزل السائل بتاعتها او السوائل بتاعتها فبتوسخ الصينيه، فعشان كده بحط لها ورق المونيا. المهم تحط العيش تحت الشوايه ينشف ويتحمص وخس ومخلل، وادعي لي دي عن امي ربنا يرحمها برضه، ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين.
هحمص العيش ليا انا جامد. اما الحاج تسخين برضو كانت الله يرحمها يا بنات، بس كان العيش الشمسي. اتحمص العيش الشمسي وتعمل موضوع البطاطس ده، والله يا بنات وخس واي مخلل عندك بالله عليك جربيها وكتبي لي، هتدعي لي هتدعي لي قسما بالله. فرق يا بنات، زي ما بتعملوا الشكشوكه مش بنعملها بالقطه زي كده وننزل البيض، هيبقى بدل البيض البطاطس بس بمخلل وخس وعيش محمص يا بنات. حاجه فاخر من الاخر، حاجه واو ويه وته وره وكل الحروف العربيه او الامجديه، العربيه او الامجديه اللي انتوا عارفينها. هتعملي ايه هدى علي تاني؟ هسخن فول وهنطلع مخلل واحنا غاسلين الخس واحده واحده مع بعضينا والله. وهظبط اللي هو بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اكبر، البيت مليان، بس هنظبط اللي احنا هناكله مش عشان البيت مليان. هنعد على الصينيه عشان التصوير وعشان السوشيال ميديا ولا لا 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 والله. زي ما انا يعني، هو الفاتح قناه هو لازم يعمل كحك وبسكوت عشان يجيب نسبه مشاهده؟ ولا هو الفاتح قناه لازم اعبي السفره بتاعته عشان يجيب مشاهده؟ ولا الفاتح قناه لازم اعبي الصينيه بتاعته عشان يجيب مشاهده؟ لا لا، بصوا هصور اللي في بيتي ان شاء الله، حتى حته جبنه قريش وخس هو ده اللي هيتصور. ايا كان هاكله هصور، مش هعبي الدنيا عشان التصوير. لا ياما ليه؟ هنمشي بطبيعتنا وبحياتنا وباسلوبنا، ونضفنا هنقول نضفنا، حطينا اكل معانا اللي هو موجود في بيتنا هنقول حطينا. اللي بصوا مفيش زياده بفضل الله ان شاء الله. المحتوى زي ما بدأ طول ما انا عايشه وفي صحه ان اصور، هو اللي هيحصل في بيتي هو اللي هينزل. لا هفبرك ولا هزود عشان المشاهدات، في مشاهدات في مفيش يعني. ده ايه حاجه بتاعت ربنا، وانا في نفس الوقت عايزه الافاده كفايه تخش واحده تدعي لي. هروح حبايبي هحضر السحور بتاعي وهظبط الدنيا وهوريكم. يا قمر منك ليه، استنوا هدى علي، ما تروحيش في اي حته تانية لما تشوفي اليوم بيمشي ازاي والحياه ماشيه ازاي، واحنا ناس طبيعيين ما فيش ايه يعني افوره في اي حاجه. والله العظيم لا بافور في نظافه ولا في اكل ولا في عصير ولا في اي حاجه، عشان موضوع القناعه دي حياتي، واللي قريب مني عارفني، ولو حد بيكدبني من عيلتي او قريب مني وعارفني يكتب لي ويقول لي يا هدى انت كدابه. انا ما ببصوا يعني ما بصورش الا بثقه في الله واللي انا عاملاه، عشان هو اللي حاسبني مش هيحاسبني حد تاني. بتقولي ايه الكلام ده يا هدى؟ اصل في ناس بتكتب بتقول لك انت مضيعه عمرك في النظافه. حبيبتي انا مضيعه عمري في النظافه بس مش عشان التصوير، دي حياتي. هنروح نعمل السحور ونيجي نشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا حبايبي، وديني الحمد لله حضرت السحور يا بنات الساعه 2:30 و5 كمان. بصوا انا بحب البطاطس اللي انا قلت لكم عليها بالعيش اللي هو ايه محمص. حمصت العيش خليته ايه بقى، وسخنت عيش للحاج، وعملت فول سخنت على قدنا فول برضو يا بنات، وزيتون وليمون وفلفل، وطبعا جنينه الزرع اللي انتوا الجنينه الخضراء اللي انتوا شايفينها ده. في خس قديم هناكله لو احتاجنا هناخد من هنا كده يا بنات. انا جبته جنبي عشان افتكر الم بعد السحور. حبايب هدى علي اللي في بيتي انا حطيته، واللي نفسي فيه انا حطيته. هو بيتي الحمد لله ربنا يكتر عليه وعليكم الحمد لله يعني. بس انا بحط اللي احنا عايزين ناكله، ما بعبيش الصينيه زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو وخلاص. هروح نتسحر نشطب المطبخ وناكل الزبادي ونشرب شاي ونصلي الفجر وندعي للغايب والحاضر، وربنا يتقبل الصيام والقيام، ورمضان جري يا بنات. اللهم بلغنا ليلة القدر يا بنات، اللهم بلغنا ليلة القدر انا وانتوا كل المسلمين اجمعين. هروح نتسحر، يلا بينا. اهلا اهلا حبيب هدى علي، يا صباح الفل والورد والياسمين على الناس النايمين. غسلت الحمام يا بنات وخدت شاور وخليت الحمام بيرفكت زي ما انتم عارفين، كله اتغسل وتنشف يا حلوه منك ليه. روتين اليوم يعني كل يوم يا هدى علي كل يوم. كل يوم بتغسلي يا هدى علي كل يوم. ممكن كمان نغسل القعده والارضيه مش كل يوم، كل ساعه، كل استخدام، كل دخلة حمام. ماشي حلو ماشي. الباب اتغسل من جوه وتلمع كله من بره. الفوط لسه مطلعاها امبارح معاكم نضيفها زي الفل، وطبعا الحوض غسله معاكم الفجر والفيديو نزل وشفتوه زي الفل. انتوا تشوفوا اللمعان والنظافه وانا شم الريحه الجنان. تعال نحط فشاش فشاش على مين؟ على الاختين الحلوين هدى وهنا. تعالوا بقى نحط حبه هنا. الله 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 الله، الريحة مع النظفان حاجة منعشة يعني. زي ما انتم ما شايفين حبايبي، ده أول يوم وأول روتين، وده حمامي ايه خليته زي الفل. هنخش المطبخ
نزلت جبت شويه حاجات انا والحاج، اللي ما لقيتوش في العتبه جبته من هنا، ومعنى صح انا لقيته في العتبه بس ما قدرتش اشيل من ايدي، فجبته من هنا كده عشان برضه ان شاء الله باذن الله هاخده معايا البلد، انا بره الحمام يا بنات، عشان كده بقول ان شاء الله يعني. فهاخدكم المطبخ ونشوف الدنيا عامله معانا ازاي، وهوريكم ايه اللي جبته وايه اللي ما جبتوش وايه اللي حصل وايه اللي كان. يلا بينا.